إمتى آخر مرة حسيت إنك بتصحى لصباح ليه معنى؟ مش صباح فيه مهام والتزاماته بس، صباح تحس إن ليه سبب حقيقي يخليك تقوم. النهاردة هنتكلم عن راجل عاش أقصى صور الألم الإنساني، لكن قدر يلاقيه عن طريق ألمه معنى يخليه يستمر، وده اللي خلى أفكاره تغير حياة ناس كتير بعده. اسمه فيكتور فرانكل. الحلقة دي مش عرض تاريخي بس، دي تجربة عملية. هنمشي خطوة خطوة، نفهم الفكرة، نعيش تمارين عملية، ونخرج مع خطة واضحة تقدر تبدأها من بكرة. لو بتحب تدون، جهز ورقة وقلم، لأن في أجزاء هنوقف فيها ونكتب مع بعض. وخليك معايا وفتح قلبك للاستكشاف، لأن المعنى اللي هنشتغل عليه النهاردة مش شعار، ده أسلوب حياة. فيكتور فرانكل كان طبيب نفسي نمساوي، عاش جزء كبير من حياته في بداية ونهاية القرن العشرين. اتعرض لتجربة مرعبة جدا، السجن في معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية التانية. لكن اللي يهمنا مش مجرد المعاناة نفسها، لكن رد فعله وطرحه إنه حتى في أقصى المواقف الإنسان يقدر يلاقي معنى. بعد الحرب كتب عن تجربته واضعا نظرية علاجية اسمها العلاج بالمعنى أو لوجوثيرابي. ده مش علاج نظري، ده علاج يخليك تغير موقفك من الواقع وتلاقي سبب للعيشة حتى وسط الألم. فرانكل بيقول جملة بسيطة لكنها قوية: الإنسان يقدر يتحمل أي كيف لو لقى لماذا. خلينا نفسر الجملة دي مع بعض. ماذا يعني كيف ولماذا؟ الكيف هو الألم، الموقف، المسؤولية، الضيق. اللماذا هو السبب اللي يخلي الألم محتملاً، يعني معنى وهدف. المثال: واحد فقد شغله فجأة، الألم هنا كيف. لو لقى معنى بسيط زي أنا هستخدم الوقت ده أتعلم حاجة جديدة عشان أقدم خدمة أفضل، هنا ظهر اللماذا وبلقى الألم يبقى أقل تحملاً. وبالمناسبة المعنى مش لازم يكون إنجاز ضخم، يمكن يكون تربية طفل، كتابة رسالة لأحد، التعبير عن حب، أو حتى مواصلة يوم واحد عند فقدان الأمل. خلي بالك لما الناس بتسألني هل المعنى يساوي السعادة، مش بالضرورة. المعنى ممكن يبقى امتداد للسعادة، أو قد يكون طريقاً لتجاوز الألم. أحياناً المعنى بيخلينا نختار التضحية لما يكون عندنا سبب أكبر. أهم النقطة: الإنسان مش مجرد مخلوق يبحث عن المتعة، هو كائن يبني معنى، وده فرق كبير في طريقة العلاج أو التغيير. خلال وجوده في المعسكرات فرانكل لاحظ أن بعض الناس استسلموا مبكراً، وبعضهم استمروا لأيام طويلة رغم الجوع والبرد. السبب مش نفس القوى الجسدية، السبب في وجود معنى. في حالات بسيطة كان أحدهم يتشبث بصورة زوجته أو حلمه إنه يوصل كتاب مهم بعد الحرب. الصورة دي، الكلمة دي كانت سبب يكفي ليوم جديد. هحكي لكم مشهد تصوره. واحد تلاقيه مبتهج رغم الجوع، سأله فرانكل إزاي؟ الراجل قال له: بحلم باليوم اللي هرجع فيه أزرع بساط في منزلي. حلم بسيط لكنه مكان للمعنى. تحليل سريع: لما يبقى عندك صورة مستقبلية ليك بتدي معنى دلوقتي، الألم بياخد سياق. الألم بقى وسيلة للوصول لشيء أكبر، مش مجرد نهاية. ملاحظة عملية: الصور المعنوية ممكن تكون عمل، شخص، قيم، أو حتى موقف. كل واحد لازم يلاقيها بطريقته. اللوجوثيرابي ببساطة بتقول المعنى ممكن نوصله ب3 طرق عامة. خلونا نشرح كل حاجة وندي أمثال عملية. المسار الأول: المعنى من العمل أو الفعل creation. أول طريقة إنك تخلق شيء زي معنى، مشروع، عمل فني، خدمة للناس، أو منتج. المسار ده بيقول إن إنجاز شيء أو تقديم خدمة يدي لحياتك معنى ملموس. مثال عملي: سيدة تعمل تطوع أسبوعي مع أطفال أبرياء، شغل بسيط لكنه مصدر معنى يومي يخليها تصحى متحمسة. المسار التاني: المعنى من الخبرة أو اللقاء experience. تاني طريقة: المعنى ممكن يجي من تجربة، حب، جمال، تأمل، معرفة، أو تجربة روحانية، لقاء إنسان استثنائي أو مشاهدة منظر طبيعي تنشأ معنى. مثال عملي: طالب قعد مع جدته وسمع حكمة غيرت حياته. الخبرة أسست معنى طويل المدى. المسار الثالث: المعنى من الموقف أو الموقف الداخلي تجاه المعاناة attitudinal. تالت طريقة وهي الخطيرة والأقوى: المعنى من الموقف اللي بتختاره تجاه ألم لا مفر منه. لو مش قادر تغير الواقع،
تقدر تغير موقفك الداخلي تجاههم. هنا يظهر الإبداع الإنساني. اختيار المعنى أثناء المعاناة. مثال عملي: مريض عنده مرض مزمن يقرر إن رسالته تبقى دعم الناس تانية في نفس الظروف. هتلاقي معنى في المعاناة نفسها. باختصار، اللوجوثيرابي مش مجرد نظرية، دي ممارسة يومية. دلوقتي هنشوف تمارين تطبق الطرق دي واحدة واحدة. الجزء ده من الحلقة مصمم لخلق مساحة واقعية للتجربة. جهزي ورقة وقلم. هعمل معاكي تجربة مدتها تقريبا 30 دقيقة. تخيلي، اكتبي وفكري. مش مطلوب منك تحكي لأي حد، كل اللي عليكي أنك تكوني صادقة مع نفسك. الجزء الأول: تأمل استرجاعي قصير. اقعدي بوضع مريح، رجلك على الأرض، ظهرك مستقيم شوية. خدي 3 أنفاس عميقة. دلوقتي افتكري موقف صعب مريتي بيه من 3 ل5 سنين. مش لازم تقوليه، بس الصور في دماغك كفاية. شوفي التفاصيل، ايه حسيتي، ايه كنت بتفكري، مين كان حواليكي. اقعدي 3 دقايق تتأملي وتسترجعي. الجزء التاني: سؤال التوجيه وكتابة 10 دقايق. اكتبي دلوقتي 3 أسئلة وإجابتها بصوت نفسك. 1: ايه أصعب شعور حسيتي بيه؟ اشرحيه بجملة واحدة. 2: ايه الحاجة الوحيدة اللي لو اتغيرت كانت هتحسي الموقف فيه معنى؟ 3: لو قدرتي تبعتي رسالة لنفسك في الموقف ده هتقولي ايه؟ دلوقتي ارجعي اللي كتبتيه. من الإجابات دي اختاري عبارة واحدة تشعر انك تقدر تعتمدها كقيمة الآن. أجري عليها صياغة قصيرة. من الآن أنا أعيش من أجل. اكتب الجملة دي وكرريها بصوت هادي مرتين. خاتمة التمرين: احفظ الورقة دي. بعد الحلقة هتفتحيها كل يوم لمدة أسبوع وتكتب ملاحظة واحدة عن تطبيق الجملة دي في يومك. تطبيق عملي في العلاقات والشغل والصحة. دلوقتي نترجم معنى الحياة لخطوات يومية في 3 مجالات رئيسية. في العلاقات، لو عايز تبني علاقة بعمق، اسأل: القيمة اللي أنا عايز أحطها في الآخر. هل عايز أكون داعم؟ هل عايز أكون واضح وصادق؟ خطوات عملية: اكتب قيمة العلاقة في ورقة. كل أسبوع أعطي مثال عملي يعبر عن القيمة دي: مكالمة، وقت، فعل صغير. في الشغل اسأل: هل شغلي بيخدم هدف أو قيمة ليا؟ لو لأ، في إزاي أقدر أعدل الدور بتاعي؟ خطوات عملية: حدد 3 مهام في شغلك ممكن تحولها لعمل زي معنا: مساعدة زبون، تحسين منتج، تعليم زميل. في الصحة وسيلة للحفاظ على قدرتك على تحقيق المعنى. اسأل: ايه روتين بسيط كل يوم يخليني أحافظ على الطاقة النازمة لمهمتي؟ خطوة عملية: التزام 15 دقيقة مشي أو تمارين يومية عشان تحافظ على قابلية الأداء. أسئلة شائعة ورد على أفكار خاطئة. السؤال الأول: هل المعنى هو نفس السعادة؟ لا، السعادة شعور عابر، المعنى علاقة طويلة الأمد مع الأسباب. ممكن تحس بسعادة دون معنى، وممكن تلاقي معنى رغم عدم وجود سعادة لحظية. سؤال 2: لو حياتي كلها ظلام ولا لقيت حاجة تعنيلي، أعمل إيه؟ ابدأ بخطوة صغيرة واحدة. اسأل نفسك: مين أقدر أخدم، أو إيه مهارة صغيرة أقدر أطورها؟ المعنى بيتولد من الحركة التدريجية. سؤال 3: هل لازم أضحي عشان ألاقي معنى؟ أحيانا التضحية جزء من المعنى، لكن مش شرط تكون خسارة. التضحية المدروسة ممكن تكون استثمار لقيمة أكبر. سؤال 4: إزاي المعنى بيتعامل مع الخسارة الكبيرة؟ المعنى لا يمحو الألم، لكنه يغير علاقتك بالألم. الناس اللي بيلاقوا معنى في الخسارة لا تزال تحزن، لكن الألم لا يقضي على هويتهم. تفنيد أفكار خاطئة: المعنى مش مجرد كلام إيجابي. المعنى مش الاختيار بين النجاح والفشل. المعنى مش حقر على أصحاب المهن العظيمة. خلصنا الرحلة التاريخية والعملية. قبل ما نودع خليني أبديكم تأمل نهائي قصير ودعوة للتطبيق. اقف أو اقعد بطريقة مريحة. خدي النفسين عميقين. أغلقي عينيكي لو مريح. تذكري الآن جملة المعنى اللي كتبتيها قبل شوية في التمارين. كرري الجملة بهدوء 3 مرات داخليا. افتحي عينيكي ببطء. لو حسيتي بمعلومة جديدة أو قررت التغذية، اكتبيها فورا. لو عجبتك الحلقة اعملي لايك وشاركي الحلقة مع حد بتحسي إنه محتاج يسمعها.
شكرا لوقتك وجرأتك في الاستماع والكتابة. المعنى مش هدف بعيد، هو خطوة بكل يوم. أراكم في الحلقة القادمة.